السلام عليكم، صباح الخير. شلونكم احبابي؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله كلكم بخير. هاليوم أنا كلش فرحانة لان واخيرا زوالي مالتي وصلت. كنت دازتهم للغسل، الحمد لله وصلوا، وكنت منتظرها فارغ الصبر. وريحتها تخبل، طبعا ضاربينها ريحة وردة، هم غاسلينها وريحة ورد ضاربينها. كلش يخبل، كلش فرحانة. هسه راح أخليها وراح أنظف البيت وأرتب البيت. وبعدين يعني أنا كنت منظفة البيت تنظيف هيك عمال من العمق يعني للشتاء. وهسه بس راح أرتب وأنظف هيك بسيط على مود أخلي الزوالي. فتعالوا ويانا. طبعا هذول الزوالي أنا غسلتهم بالبيت بالحوش. أني وابني زكريا ساعدني، غسلتهم بالحوش وكلش تعبت عليها وصرفت مي. وتعرفون انتم بتركيا يعني لما نصرف مي يعني شنو معناها؟ فكلها فلوس يطلع. فصرفنا مي هواية وطايته هواية، بس ما طلع نظيف يعني. يعني لما غسلناها طلع نظيف. شريناها ورا ما يبست جبناها البيت، شفنا أبد أبد مو نظيفة. فوالله رأسا خابرنا على مال أبو الزوالي. فاجى أخذها. وبعدين هسه كنت والله منتظرته، بس أقول يجي شو وقت يجي زوالي، شو وقت يجي زوالي. والله حتى بالحلم كنت أشوف زوالي مالتي وصلت. فالحمد لله وصلوا أخيرا، لأن بتركيا الجو صار بارد وصار مال زوالي. فهسه رتبنا البيت ونظفنا وخلينا الزوالي. خليته بغرفتي، شوفوا طلعت كلش حلوة تخبل. وطبعا هاي أول مرة خليتها بغرفة جهال، هاي البنفسجي. بعدين شفت ما يصير هناك، ما حلو، ما يرحم وأصلا ما يصير مكانه. فقلت أخليه بغرفتي أحسن. شوفوا جبتها على غرفتي طلعت كلش حلوة، ويا التخم مالتي همينة وردي والبنفسجي طلعوا كلش حلو. طبعا لما خلينا الزوالي يعني هيجي راحة نفسية، إحساس كلش حلو، هدوء، يعني ريحة الشتاء وأجواء مال شتاء. طبعا كلش كلش إحساس حلو، ما أعرف يعني انتو همينة هيجي. لما أخلي الزوالي نحس هيجي براحة نفسية عجيبة. وطبعا هنا آمنة همينة تساعدني، تسوي وياي، تشتغل وياي. آمنة حبابة. ردت أغير يعني ديكور غرفة مالتي، قصدي ردت أغيرها، بس بعدين قلت لا أخلي شوي يبقى هيجي. بعدين ورا فترة راح أغير الديكور، أريد أسويها غير شكل. انتو شو تقولون؟ شلون أسوي غرفتي يبقى هيجي لو أغيرها؟ وهنا هسه بعد ما خلصت غرفة مالتي وغرفة الأطفال، هسه جيت على الصالون. أهم شي الصالون. طبعا شلت كل الشراشف اللي خليتها. كنت مخليتها اللون الرصاصي، شلتها لأن بين فترة وفترة يعني تقريبا كل أسبوعين أني أشيل الشرشف من القنفة، أغسلها بالغسالة وأخلي الشرشف الثاني. هسه راح أشيل هذولا وأخليها بالغسالة. طبعا أنظف فوق القنفات، أنا ماسحة القنفات نظيفة يعني مسحتها. بعدين خليت الشراشف يعني ما يحتاج أمسحها من جديد. طبعا بالنسبة للشراشف أنا أخذت رأيكم بفيديو، إذا تتذكرون فيديو كان اسمه أخذ رأيكم بالقنفات. إذا ما تفتهمون علي شوف الفيديو حتى تفتهمون أنا إيش راح أقول لكم. طبعا لما أخذت رأيكم قلت لكم أخلي الشراشف الرصاصية على قنفتين، لو أخلي الشكري الحليبي على القنفتين. ف وقلت لكم أرجع الشراشف أشتري جديد لو أخلي هذولا. فسألتكم أسئلة هواية يعني، وبالأخير وصلت لهذا القرار. هو إذا تعرفون قنفة عندي لونها رصاصي، والقنفة الثانية لونها حليبي هيك يعني شكري بيجي، شوفوا شو تسمونها انتو. فقلت يا أخلي يا شرشف، بس بالأخير وصلت على هذا القرار. أخلي يعني جبت الشرشف الأبيض
زين الشكري قسمتها إلى نصفين، خليت النص على هذا القنفة على الرصاصي، والنص الثاني خليته على الشكري. وجبت الشرشف الرصاصي هم نفس الشي، قسمته إلى نصفين، هم أخلي نص على هذا ونص على هذاك. بس إيش وقت يعني لما يتوسخ الأبيض أخلي الرصاصي، ولما يتوسخ الرصاصي أخلي الأبيض، هيك يعني. وصلت لهذا القرار. فهسه راح أشوفكم شلون سويتها. كلش حلو طلع، أنا يعني كلش راضية بهذا الشكل، أحسها كلش حلو طلع. انتو شو تقولون، طلع حلو لا؟ فاكتبوا لي رأيكم. وهسه طبعا بعد ما نظفت هيجي تنظيف بسيط ومسحت وكنست ووخرت الأشياء من فوق القنفات، وأمسح الأخشاب همينة. طبعا الجام والبردات كلها أنا غسلتها، بس ما قدرت أصور لكم لأن كان عندي ضيوف بالبيت وجديد كانوا رايحين يعني. فكان كلش يعني خبصة بالبيت عندي، هوسة يعني. فالمدارس مفتوحة وعندي تنظيفات بالبيت وهاي، فما قدرت أصور لكم. بس غسلت البردات ومسحت كل الجامات، ويعني سويت مسح وكنس من يعني الأعماق خلينا نقول. وبعدين غسلت الشراشف همينة ورا ما الضيوف راحوا. طبعا كل الشراشف مال البيت، كل وجوه المخدات كلها غسلتها. والزولية مثل ما قلت لكم كنت منطيتها أبو الغسل. والبطانيات أني من هذاك الشتاء، يعني قصدي من أول ما خلص الشتاء أني أغسل البطانيات، يعني ما أخلي البطانيات لحد الشتاء. أكو يخلونها لما يجي الشتاء يطلعون البطانيات يغسلوها حتى يصير حاضر. أنا ما أسوي هيجي، أنا أغسله أول ما يخلص الشتاء، يعني أول ما ندخل بالصيف جديد بعد رأسا، يعني قبل ما أشيل البطانيات مال الشتاء أغسلها وبعدين أشيلها. هيجي أسوي حتى لما يجي الشتاء هو حاضر. حتى الزوالي همينة أنا كل مرة هيجي أسوي، بس هالمرة قلت أنا راح أغسلها، رآني راح أغسلها فأجلت قلت خلي يصير الجو كلش حار بعدين أغسلها. وانتظرت الجو صار كلش حار وغسلت الزوالي. فمثل ما قلت لكم طلعت يعني أبد مو نظيفة كلش، يعني وسخة، طلعت مو زين بالبيت غسل. فدزيت أبو الغسل، فلهذا السبب الزوالي مالتي لحد هسه باقية. وإلا أني مثل ما قلت لكم بداية الصيف أني كلها أغسلها وأشيلها. وطبعا بالنسبة للملابس همينة بعد ما مطلع، بس كم قطعة طلعت، يعني مثلا القماصل والجاكيتات طلعتها، والملابس البهارية يعني الملابس مال الخريف خلينا نقول هيك خفيفة وردن طويل، بس طلعت هذول الملابس. أما الشتوي اللي ثقيلة كلش ما طلعتها. والملابس الصيفية شلتها، بس خليت كم قطعة يعني جوا الإيد، لأن يعني مرات يصير الجو مشمس يحتاج لها مثلا ملابس صيفية ويا فد جاكيت، يعني مو كل شيء باردة بعد فهيجي. أما الملابس الشتوية كلش ثقيلة لا بعد مو وقتها، لأن الصبح مرات يصير يعني حارة، خاصة الأطفال لما يلعبون بالمدرسة ويركضون، أو مثلا برا البيت يلعبون يركضون، فيعني كلش يعرقون فيتمرضون. فخليت الصيفي بعد ما شايلتها. حتى الملابس البيت همينة اكو ملابس صيفية دا نلبس بالبيت، اذا بالليل يبرد الجو يصير بارد فد جاكيت نلبس، او مثلا نسد الشبابيك نسد الابواب، فخلص يعني. ومخلين زوالي همينة، فماكو داعي للملابس الشتوية لان يعرقون وراح يصير كلش حر عليهم، حتى احنا الكبار همينة. فهيجي انتو احكيوا لي اكتبوا لي بالتعليقات ايش سويتوا، الجو يمكم شلون، خاصة بالعراق جو يمكم شلون، وبلدكم يا بلد ساكنين اكتبوا لي اجواء يمكم شلونها، حارة باردة، اجى الشتاء يمكم لو بعد حضرتوا لأجواء البيت للشتاء لو بعد خليتوا زوالي طلعتوا ملابس شتوية.
اكتبوا لي بالتعليقات، أحب أسمع أخباركم مثل ما أنتم تشوفوني، أنا همين أحب أعرف أخباركم. طبعا هاي الزولية الرصاصي والوردي والأبيض طبعا بيها همينة كلش أحبها. اشتريناها أنا وأختي، كلش يعني حبيناها وكلش عجبتنا، واختارينا هذا الزولية ويا الصالون كلش يرهم، لأن الصالون مالتي مثل ما تعرفون بيها وردي ورصاصي وأبيض همينة. وهذا الزولية كلش يرهم ويا الصالون. فقبل هذا الزولية عمتي قبل ما تروح انطتني زولية من بيتها، فقالت هاي الزولية خلي تبقى لكم. فالزولية كلش اللي انطتها يعني إلي، الزولية كانت كلش حلوة، كلش حلوة ويعني راقية ومرتبة، لونها همين حلو نظيف مرتب. بس خليتها ما أعرف يعني ما حبيت، يعني حبيت هذا الزولية أخليها. هذاك الزولية هم حلو حبيته هيك يعني هذا. بس الزولية مالتي اللي أنا اشتريت هاي الوردي أحسها يرهم أكثر، وما أعرف يعني بالصالون أحلى يعني. والله لو كنت أعرف كنت أخليها وأصورها لكم حتى تشوفون الفرق، بس كنت مستعجلة فخليت هيجي. انطوني رأيكم بالصالون، غيرت الديكور همينة، شوفوا ايش قد حلو صار، كلش حلو. خليت الميز مع الطعام هناك جوا، والتلفزيون بقى هنا، والقرفة الثانية خليته هناك. شوفوا الزولية ايش قد حلوة ما شاء الله، شلون يرهم ويا الصالون. طبعا كلش فرحانين، مو بس اني والجهال فد فرحانين على مود مخليه زوالي. والله نحس هيجي براحة نفسية يعني مو طبيعية، كلش حلو يعني يبين البيت نظيف مرتب وهيجي يعني هدوء، ريحة حلوة، وخاصة سدينا شبابيك همينة، يعني هدوء غير طبيعي. الجو صار هيك يعني خرافي، خنف وشاري مثل ما يقولون. وهاي البردات شوفوا هيجي ويا الزولية كلش يرهم، فالجو صاير كلش حلو هادئ، يحتاج واحد هيجي يقعد يتأمل، يتفكر هيجي، يسوي تخطيطات حلوة للشتاء، ويسوي أكلات شتوية هيجي، ويا شاي ويا نسكافيه ويا قعدة حلوة لمة حلوة ويا العائلة. الأجواء هيك صايرة يعني مال هيجي. وطبعا مال نوم همينة، شوفوا أم رجال حيراني نايم، لأن أجواء هدوء يعني يحتاج لنومه. وخلي أصور لكم أشوف لكم باقي البيت همينة. هذا الصالون شفتوا كلش زين، شوفت لكم، وهسه راح أقول أشوف لكم الباقي همينة. هنا الممر، شوفوا الممر مخليت هذولا هذا مو زولية، هذا يعني زولية على كاربت، يعني شوي خفيف أخف من الزولية، هذولا زولية بس خفيفة خلينا نقول. وهنا غرفة الأطفال خليت لهم هنا هيجي، وعبد الرحمن قاعد يقرأ يسوي واجباته. طبعا احنا المدارس بدت يمنا، انتو ما اعرف بعد جديد يمكن بديتوا انتو، بس احنا مدارسنا من شهر 9 بدت. 9 احنا دوامنا بدت، واول ما بدينا رأسنا بدت دراسة، يعني فول دراسة مو هيك يعني من اول يوم. وهنا هذا مال الممر، وهنا خليت هذا المطبخ. هاي مال عمتي انطتني هذا الزولية خليته هنا بالمطبخ هيجي، مو اللي خليته بالصالون بعدين غيرته، لا هذا واحد. انطتني 2 زولية، فهنا خليت الواحد. شوفوا أحس ويا المطبخ كلش رهام، والمطبخ صار حار ونقدر يعني نقعد هنا همينه. وطبعا هنا المسواق مالتي سوقناه من مكبول. طبعا المكبول دائما يجيب أشياء كلش حلوة وبتخفيضات، وأسعارها جدا مناسبة مقارنة بالأسواق الباقية. اشتريت برغل في 3 كيلوات ويا عدس وتمن همينة. تمن اشتريت هواية، لأن سعرها هناك جدا مناسب مقارنة بغير الأسواق. وهسه شوفوا البيت هيجي صار بهذا الشكل، كلش حلو صار ويا الزوالي. البيت يبين مرتب ونظيف وهادئ وكلش حلو. فهسه راح أروح أسوي الطرشة.
طبعا جبت تقريبا 4 كيلوات من الخيار وغسلتها كلش زين. طبعا جبت هذا الخيار من هذا النوعية اللي مال الترشي، هذا يطلع أطيب بالترشي ويبقى فترة أطول من يعني يتحمل أكثر، لأن هذا الخيار أقوى من الخيار العادية، فهذا يبقى بالترشي أكثر مدة أكثر ويصير مقرمش بالترشي كلش طيب يصير الترشي بهذا الخيار. فغسلته كلش زين وجبت هذا الماعون. هسه راح اخذ اطراف مالته واخلي بهذا الماعون. طبعا يعني قصيتها هيجي سويتها حلقات، والبقية الأصغار أو الوسط خليته هيجي كامل لأن هو صغير أصلا. فمرات بالترشي نحب ناكله هيجي حلقات، ومرات نحب هيجي ناكله كامل. فهو هذا الترشي لما يصير كامل يصير أطيب من ما نسويه حلقات، لأنه هو صغير وهو أصلا ما ترشي. فهيجي سويت الكبار سويته حلقات، والصغار والوسط خليته يعني كامل. طبعا الترشي اللي سويتها عمتي إلنا خلصت من زمان. هما كانوا هنا فد يومين هما رايحين يعني خلاص. كانت كلش طيبة، عاشت ايدها. طريقتها يختلف عن طريقة مالتي. هي طريقتها جابت كل شي ثرمتها وغسلتها، بعدين جابت كل شي خلتها تفور زين، خلتها تفور بمي حار، وبعدين خلت عليها الخل، وبعدين خلت عليها البهارات، وبعدين سدت عليها القبخ، طفتها من جوا وسدت عليها القبخ، خلتها يبرد لحد الصبح. ورا ما بردت خلتها بالمواعين مال الترشي، يعني السطلة مال الترشي خلتها، وبعدين خلتها بالثلاجة. وخلص الترشي صارت تقريبا يومين هيجي الترشي صارت يعني. الصبح يعني هي سوتها بالليل، احنا الصبح اكلنا منها، يعني كانت كلش طيبة، عاشت ايدها. بس اني طريقتي تختلف من طريقة مالتها. اني شلون اسوي؟ اجيب كل شي هيجي اغسلها، وبعدين بعضها اسوي حلقات مثل ما قلت لكم، وبعضها اخليها كامل. اسوي بس مال خيار، او اسوي يعني مرات اسوي هم خيار وهم بيها قرنبيط وهم فلفل وجزر، فيعني يختلف، مرات اسوي بس خيار ومرات اسويه مشكل. هسه هنا راح اسويه مال خيار، بس بعدين بالاخير راح اخلي هم عليه شوي اشياء، لان لما نخلي عليه اشياء يصير هواي يعني على مود هذا، والا مال خيار بس يعني مال خيار كلش طيب يطلع. فهسه ورا ما اثرمهم راح اخلي عليها ربع خل، يعني ربع السطلة خل، و3/4 اخلي مي زين، واخلي عليها ليمون همينة، واخلي ثوم ايش قد ما خليته هواي يطلع اطيب. خليت عليها ثوم وليمون، شرائح الليمون. اكو يخلون هنا بتركيا بصل همينة ويا الترشي، هم ينطي طعم ويصير كلش طيب. بس هنا أنا ما خليت بصل، ما راح اخلي بصل، اخلي بس ثوم وليمون، وبعدين اخلي بيها كرافس همينة بالاخير، وراح اخلي بيها ملح. طبعا ملح انتو كيفكم، ايش قد حسب الرغبة يعني تشوفون طعمه، ايش قد ما تريدون تخلون بيه ملح. انا 3 معالق ملح خليت بيها، وخليت الخل مال العنب، خليت خل مال عنب، وبعدين خليت بيها خل مال تفاح همينة، يعني اثنيناتها خليت، وخليت بيها شكر همينة. هسه راح تنصدمون تقولون شلون يصير شكر بالترشي. هنا بتركيا تعلمت يخلون شكر همينة بالترشي يطلع كلش طيب. فخليت بيها ملح وشكر وخل وليمون وثوم وكرفس، خل مال عنب وخل مال تفاح همينة اثنيناتهم، وبهارات ما خليت، بس هالقد حتى يصير طعمها فقط الطعم الترشي مال الخيار او المشكل خلينا نقول.
طبعا هنا أثناء ما أخلي بها المي والخل اكتشفت السطلة مالتي هاي، المعون مالتي الحافظة مالتي مال ترشي، مع الأسف صاير بها زرف صغير. ما كانت هيك جديد صايرة، يمكن بالغسل هيك صاير. فراح أغيرها أخليها بغير سطلة، وراح أخلي بيها خل مال عنب واحد همينة، يعني راح يصيرون 2 من خل عنب، لأن شفت الخل مالتها صار قليل نسبة إلى مي مالتها. فراح أخلي 2 خل عنب، وراح أخلي نص خل تفاح همينة، حتى هم ينطيها طعم، يصير مشكل هم مال عنب وهم مال تفاح، وهم خل مالتها يصير ربع السطلة، والبقية 3/4 مي. وطبعا لما شفت اكو مكان باقي عن بعد فارغ بالسطلة، فقلت اخلي بيها قرنابيط همينة، كان عندي قرنابيط، فخليت وياها قرنابيط همينة، وخليت كرفس حتى ينطي طعم طيب للترشي. وبهيجي خلص الترشي مالتنا صار حاضر. راح اخليها بالثلاجة، اسد القفق واخليه بالثلاجة، وبعد 3 أيام طلعنا وأكلنا منها، صارت كلش طيبة ومقرمشة، وريحة الخل مشكل بها كلش كلش طيبة، يعني طاها طعم مميز. وطبعا ويا الأكلات صرنا نخلي الترشي مالتي كلش طيبة، وكل ما يأكلون منها يمدحون. وهسه وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبكم الترشي والأجواء مالتنا. لا تنسون تكتبوا لي تعليقاتكم وأخباركم، لا تنسون تخلون لايكاتكم همينة حتى تدعموني، حتى أتشجع وأنزل لكم كل يومية فيديو. فلازم تشجعوني، واللي ما مشتركين بالقناة أتمنى يشتركون وينضمون لعائلتنا الحلوة. ومثل ما قلت لكم، اللي مخلين زوالي خلي يدزولي صورة على الانستغرام مالتي، راح أخليه بصندوق الوصف. دزولي أجواء الحلوة مال الخريف مالتكم، وصورة الترشي إذا مسوينها، حتى أشوف أعمالكم الحلوة. وهسه أقول لكم مع ألف سلامة.